إماراتية من عيلة غنية وعاشت طفولة صعبة. أمها اتخلت عنها ومرضيتش تربيها، ومرات أبوها ورتها النجوم في عز الظهر. أبوها دكتور وحلم حياتها تنسى طفولتها. اتعلمت في إنجلترا وعايشة في بيت مسكون وما عندهاش مانع تستأجر رحم. بتعاني من الوحدة وعايشة مع كلبها بس، ونفسها تلاقي راجل. الوجه الآخر للفنانة حورية فرغلي. يا ترى ليه فرحها تفركش قبل الجواز بيومين؟ ازاي كل ده ما اتجوزتش؟ وهل عايشة حالة نفسية صعبة بسبب اللي مرت بيه؟ هتعرفوا معايا في الفيديو ده كل التفاصيل، بس خليكم للآخر علشان المفاجآت صادمة عنها. عارفين الهم والحزن لما بيجي كله مع بعضه وما بيسيبش صاحبه؟ اهو ده اللي حصل مع الفنانة حورية فرغلي، اللي عاشت من طفولتها لحد دلوقتي مأساة صعبة محدش يتحمل يعيش يوم واحد من اللي عاشته. يا عيني عليها، عاشت عمرها كله في كابوس. اتولدت في الإمارات بحكم إن أبوها دكتور جراح كبير قوي هناك وواخد 12 دكتوراه. أمها كانت ست بيت ومن عيلة غنية، لكن بعد ما اتولدت حورية بيومين بالظبط أبوها وأمها قرروا ينفصلوا عن بعض. وهنا أمها عملت اللقطة معاها، رفضت تاخدها أو تربيها وسابتها لأبوها وسافرت. متخيلين يعني إيه أم تسيب بنتها الرضيعة اللي لسه عمرها يومين؟ بجد شعور صعب قوي ربنا ما يكتبه على حد. أخدتها جدتها أم أبوها وقالت هسميها حورية على اسمي، ده حتى هي شبهي قوي. بعد كام شهر الأب قرر يتجوز واحدة تانية، بس ساب حورية الفترة دي مع جدتها اللي ربتها وكبرتها وحببتها في ركوب الخيل، وكانت بتشترك ليها في مسابقات الفروسية لحد ما مثلت منتخب الإمارات في الفروسية. كل ما كانت حورية تروح عند أبوها كام يوم، مرات أبوها كانت بتفتري عليها وتوريها النجوم في عز الظهر، وبتخليها ما تقدرش تقعد يومين ورا بعض وتطفش تروح عند جدتها، لدرجة إنها بتتمنى تنسى طفولتها تماماً. لما كبرت حورية أبوها وجدتها قرروا إنها تسافر إنجلترا تتعلم هناك إدارة الأعمال، وبعد ما اتخرجت منها اشتركت في مسابقة ملكة جمال مصر وخدت اللقب، ومنها شاركت في فيلم كلمني شكراً، واللي كان السبب في إنها تعيش مأساة أصعب من اللي عاشتها في طفولتها. وقتها السبكي نصحها تعمل تجميل في مناخيرها بعد ما وقعت من على الحصان وتعوجت بعدها، وطبعاً مش محتاجين أقول لكم على اللي حصل لها بسبب الجراحة دي واللي بتعاني منها لحد دلوقتي. بعد ما الدنيا ضحكت لها واتخطبت لشاب غني ومتريش كان في بينهم قصة حب كبيرة، وحضروا لفرحهم اللي كان خلاص باقي عليه أيام. وهنا حصل اللي ما كانتش تتخيله، وهو رحيل الشاب ده في حادث سير. وبعدها بفترة عملت جراحة استئصال الرحم واتحرمت من الخلفة كمان. بقت حورية كل يومين تعمل جراحة في مناخيرها وتفشل، وحياتها كلها باظت. حتى لما اشترت شقة الفنان الراحل محمد عبد الوهاب لقيتها مسكونة وبتشوف فيها أطفال وحاجات غريبة جدا، والخدامين كلهم هربوا بسبب خوفهم من الحاجات اللي بتظهر. وللأسف كانت مضطرة تعيش وتستحمل عشان ما فيش حالتها مكان غيره تقعد فيه. بعد ما حورية صرفت اللي حالتها على جراحات التجميل، عايشة دلوقتي في بيتها بين 4 حيطان مع كلبها وبتعاني الوحدة. لا عندها صحاب ولا حد من أهلها بيسأل عليها غير كل فين وفين، وده لما يفتكروها. نفسها تلاقي راجل يتجوزها وتستأجر رحم وتخلف وتعمل أسرة كبيرة. تفتكروا ممكن تحقق حلم حياتها في يوم من الأيام؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.